تفتكر إحنا ليه بنتعب؟ طب لو في أي ميكروب أو جسم غريب حاول يدخل جسمنا، إيه اللي الجهاز المناعي هيعمله؟ طب ولو فشل في التصدي عنه، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ في البداية الجهاز المناعي بيتكون من مجموعة من خلايا وأعضاء ومواد دفاعية أشهرها زي الماكروفاج ودي اللي بتقدر تعمل بالعمل أي جسم غريب حاول يدخل جسمنا، بالإضافة إلى نخاع العظام وده اللي من خلاله بيتم إنتاج الوايت بلاد سيلز وطبعا الأنتي بوديز ودي اللي بتكون متخصصة في القضاء على أي ميكروب حاول يدخل جسمنا. طب أنا لو عندي أي ميكروب أو أي فيروس حاول يدخل جسمنا، إيه اللي هيحصل؟ هنا لا هاقول لك إن هيواجهوا خط دفاع أول بس ولا خط دفاع تاني بس، ده هيواجهوا 3 خطوط دفاعية. الخط الدفاعي الأول بيتمثل في الجلد وفي اللعاب وفي الدموع، ودول بيحاولوا من الأساس يمنعوا الميكروب ده إن هو يدخل الجسم بتاعنا. طب ولو دخل، إيه اللي هيحصل هنا؟ هيتعرض لخط الدفاع التاني، وخط الدفاع التاني ده بيتمثل في خلايا زي الماكروفاج ودي اللي بتروح على أي جسم غريب دخل جسمنا تحاول تعمل له بلعمة، وده على فكرة سبب ظهور يعني حاجة زي الاحمرار، حاجة زي التورم، والكلام ده بيكون سبب النتيجة دي أو سبب إن الجسم بيحاول يقضي على فيروس أو أي ميكروب دخل الجسم بتاعنا. طيب لو نجح أيضا الميكروب ده في إن هو يعدي خط الدفاع التاني هيتعرض لخط الدفاع التالت، وهنا بيتمثل في إن أنا عندي نوع معين من الوايت بلاد سيلز اسمه البي سيلز بيتم إنتاج الأنتي بوديز أو الأجسام المضادة. طيب أنا عندي الميكروب بيكون على السطح بتاعه كده حاجة اسمها أنتيجين، الجسم المضاد او الانتي بودي يجي يرتبط بالانتيجين اللي موجود على سطح الميكروب بروابط معينه، فبالتالي هنا بيحصل عندك يا اما ريستريكشن تقييد للحركه بتاعته او بيسهل من عمليه القضاء عليه من خلال الجهاز المناعي. طب بما ان احنا عندنا جهاز مناعي قوي جدا، احنا ليه بنتعب؟ الفكرة إن الجهاز المناعي بيتعرض أو إن جسمنا بشكل عام بيتعرض لآلاف وملايين الميكروبات يوميًا، وده بيخليه بالوقت إن هو يضعف. طيب فكرة إن الجسم نفسه بيصاب أو إن إحنا بنحس بمرض ده معناه إن بيحصل عندنا استجابة مناعية، الجسم بيحاول يتخلص من الميكروب ده. طيب يعني أنت حضرتك بتقول الناس اللي عندهم حمى مثلًا الحرارة بتاعتهم بتكون عالية، ده الجسم بيحاول يتخلص عن الميكروب؟ الناس اللي بيكون عندها كحة الجسم بيحاول يطرد الميكروب اللي دخل لجسمنا. خد بالك كمان إن كل مرة الجسم بيتصاب بنفس المرض بيبقى الاستجابة بتاعته أقوى وأسرع بعد كده، ده ليه؟ لأن بيكون عندنا خلايا اسمها الميموري اميون سيلز دي خلايا مناعية ذاكرة، الخلايا دي كل مرة الجسم بيصاب بنفس المرض بترجع أقوى وبترجع أسرع في مواجهة المرض ده أو مواجهة الميكروب ده.